وحشتيني يا نوال، وحشتيني قوي يا حبيبتي. كده برضه يا نوال تعملي فينا كده؟ ولما انا وحشاك قوي كده ليه قتلتني وقلت للناس كلها ان انا مت؟ لا اله الا الله، ايه اللي انت بتقوليه ده يا نوال؟ هو في اب يموت بنته برضه يا حبيبتي؟ هقول لنفسك انت ليه عملت كده؟ عشان الكلب اللي كنت مخطوبه له كان بيخزن البلاوي دي في الشقه. وبعدين؟ مفيش، ما انا عرفته وهددته وقلت له طلع نوال من الموضوع ده وتاخد نصيبها في الصيدليه وكل حي يروح لحاله ويا دار ما دخلك شر. بس هو بقى قال لي حط لسانك في بقك وما تنطقش، ولو قلت اي حاجه من اللي انا اعرفها هيوديك انت في داهيه. فما صدقت لقيت البنت اللي ما حدش عرف عليها ولا حد يعرفها دي وغرقت في النيل. قلت اكسب ثوابين، اهو اكسب فيها ثواب ان انا ادفنها وبعدين اقول للكلب ده ان خلاص ما حدش فيه نوال. طب هو كان بيهددك بيا ليه؟ عايز مني ايه؟ بيحبك يا نوال. بيحبني؟ مين ده اللي بيحبني؟ ده ما بيحبش غير نفسه. انت هتستعبطني يا بابا؟ يا بنتي ابوك كبر ومش قد المناهده دي، هد خلق شويه. يعني انا ما صدقت الحمد لله ان انا شفتك واطمنت عليك. كان بيهددك بيا ليه؟ عشان الفيديوهات اللي معاك واللي انا عرفت عنه، الحاجات دي بيقولوا انها كانت هتوديه في 60 ده. ولما عرف اني مت قال لك ايه؟ مفيش، اديني بهود واتفاوض معاه عشان يطلعك من الصيدليه ويا دار ما دخلك شر ونخلص منه، نخلص منه يا نوال. وزي ما انت شايف اهو انا خليته شال كل الادويه من هنا، اللي فاضل دي ادويه كلها سليمه. يعني انت بعت لي عشان تعرفني ان انا لازم افضل ميته، مش كده؟ لا يا حبيبتي، انا بس لما عرفت ان انت كلمت محمد وقلت اخد منه النمره اتصل بيك اسمع صوتك يا نوال، طمن عليك يا حبيبتي. والحمد لله طمنت عليك، احنا ملناش غير بعض يا نوال. وعشان كمان تقول لي الكلمتين دول وتعرفني ان انت بتخلص مشاكلك مع انا. مشاكل انا؟ دي مشاكلك انت. لا والله، هو انا اللي مسكت في ايمن وحلفت 100 يمين ان انا اتجوزه ووقفت قصاد البعثه وعطلت نفسي عشان البيه ما يزعلش؟ غلطه يا نوال، غلطه وندمان عليها. ابوك غلط، واجب عليك تسامحيه يا نوال. اسامحك يا بابا في حاجه انا اقدر استحملها، لكن انت مش عارف انت عملت فيا ايه. انت طربقت الدنيا كلها فوق دماغي. يا حبيبتي ايه اللي حصل؟ طمنيني يا نوال، قولي لي يا حبيبتي في ايه اللي حصل؟ انا عايزه اشوف ماما يا بابا.